شايفين البطاطا دي ولا بطاطا المحلات؟ احنا هنا بنعملها بلمسة سحرية مفيش زيها. لو عايزة حاجة حلوة تدفي في الشتاء جبتلك الحل الوحيد للبطاطا الحلوة بالسكر المكرمل اللي هتخلي البيت كله يشم ريحة تقول ايه العظمة دي. وكمان هقول لكم على سر الكرملة بدون فرن او مسدس شعلة. جبت بقى 3 حبات كبار من البطاطا وغسلتهم كويس، لفيتهم في ورق فويل وورق زبدة. ممكن تستغني عن الخطوة دي وتدخليها الفرن على طول. انزلي بقى بكوبايتين حليب وعليهم 3 معالق سكر كبار وكمان 3 معالق نشا كبار وكمان رشة فانيليا. قلبيهم بقى على البارد كويس وانزلي بيهم على النار لغاية اما يتقل معاك الخليط. بجد وصفة بسيطة وسريعة بس طعمها خروج. ومحدش يقول لي رجيم النهارده لان البطاطا دي تستاهل نخرب اي دايت عشانها. وما تنسونيش في اللايك الجميل بتاعكم. انزلي بقى بقطعة زبدة او معلقة صغيرة من الزبدة وهندوبها في الخليط السخن بتاعنا، بس هنكون طبعا طافينا النار بتاعتنا. وطبعا قطعة الزبدة دي بتوديها في حتة تانية. خرجنا بقى البطاطا بتاعتنا، هي خدت سوا حوالي نص ساعة. افتحيها بقى من النص وابدأي ريس البطاطا اللي جوه. وطبعا هنسيب البطاطا تهدى شوية وكمان خليط المهلبية يهدى شوية. واللي يقولك البطاطا دي للأكل بس يبقى ما شافش الإبداع ده. طبعا هي اتعملت كذا مرة على أي قناة بس كل واحدة وليها طريقتها الخاصة. بجد لو جربتوا الطريقة دي مرة واحدة هتبقى أساسية عندكم على طول. وكمان الريحة هنا ما تتوصفش. جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات. ابدأي بقى انزلي بخليط الكريمة اللي احنا عملناه قبل كده. وكمان لازم تجيبوا حبات البطاطا اللي هي وسط مش صغيرة قوي. طب استنوا، مين شاف المنظر ده وما جعش؟ انا اول واحدة. بجد اكتر حاجة تدفي في الشتاء. مش ناسية طبعا اللي بيسألوا عن البدايل. هنا هنقرمل بقى البديل بتاع السكر والمسدس الشعلة. حطيت بقى 3 معالق سكر كبار وتسيحيهم على النار. المهم تخلي بالك عشان ما تتحرقش منك. واول لما تبدا تسيح معاكي كده قلبيها بمعلقه سيليكون او اي معلقه، وخلي بالك عشان ما تتحرقش منك. اول لما تسيح شيليها من على النار على طول وابداي انزلي على البطاطا بتاعتنا. وده سر كرملة السكر بتاعتنا بدون مكنه او فرن. سيبيها بقى 5 دقايق بالظبط يا دوبك تكون مسكت معاكي. شايفين البطاطا دي واللمعه دي مش زي اي بطاطا، دي بطاطا VIP. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات لما تجربوها. سلام.